بيبدأ الفيلم بصوت بيقول لنا إن مع كل أول ضحكة لطفل جنية جديدة بتتولد، وبنعرف إن الجنيات دي هي اللي بتتحكم في الطبيعة. وبنروح لأرض الجنيات وبنشوف نبتة بتقع عند شجرة تراب الأساطير فبتتحول لجنية، بس حجمها بيكون صغير جدا. وقتها بترحب بيها الملكة وبتفرد لها جناحاتها علشان تطير، وبتبدأ كل الجنيات تحط رمز القوة بتاعتها قدام الجنية الجديدة. ولما الجنية الجديدة بتسأل الملكة إيه ده، بتقول لها الملكة إن ده هيساعدها علشان تعرف قوتها. فبتروح الجنية لمملكة المية لكنها ما بتشتغلش، وبتروح لمملكة النباتات بس برضه ما بتشتغلش، وبتفضل تجرب ممالك كتير لحد ما بتلاقي شاكوش نور جدا وبيروح ناحيتها. فبتقول جنية المية إنها عمرها ما شافت حاجة بتنور جامد كده، ولا حتى لما جت نسمة الأرض الجنيات. ودي بقى نسمة جنية رياح وبتكون متضايقة جدا. وبنرجع للملكة اللي بتطلب من الجنيات التنات يقربوا علشان يرحبوا بتنة ورنة، وبيروحوا اتنين من الجنيات اسمهم أصيل وبلبل وبيرحبوا بيها وبياخدوها علشان يفرجوها على أرض الجنيات. وبيقول لها أصيل إن هي جت في أحسن فصل في السنة لأن الربيع قرب، وبلبل بيقول لها ان في ارض الجنيات ممالك كتير ومختلفه لكل فصل في السنه زي مملكه التلج. وبيقول لها ان جنيات التلج هتاخد اجازه بعد ما وصلوا الشتاء للعالم كله، ومملكه الصيف ومملكه الخريف. وبيعرفها على الجنيات اللي بيستعدوا لاكتر فصل مهم وهو فصل الربيع. وتنة بتكون مبهوره بكل حاجه، وبعدها بياخدوها للمملكه بتاعتهم وبيقولوا لها اهلا بيكي في عالم التنات. فبتنبهر تنة بجمال المكان، لكن للاسف بتنصدم لما بتعرف ان دي مش مملكتهم. وبياخدوها أصيل وبلبل لمملكتهم وبيبدأوا يعرفوها كل حاجة، وكمان بيوروها الهدوم اللي صنعوها بنفسهم، لكنها بتكون كبيرة عليها شوية فبتقرر تظبطها. أما أصيل وبلبل بيروحوا لورشة الجنيات وبتروح تنة وراهم وبيوروها الحاجات اللي بيصنعوها. وفي الوقت ده بتيجي الرئيسة بتاعتهم اللي اسمها مشيرة وبتسألهم عن العربية اللي المفروض يصنعوها، فبيقولوا لها إنهم خلصوها من غير ولا غلطة. فبتطلب تشوفها فبيحاولوا يلهوها ويقولوا لها إنها لازم تتعرف على تنة ورنة الأول. فبتروح ترحب بيها وبتشوف إيديها وبتقول لها ان ايديها ناعمه قوي وهم يومين شغل وهتبقى انشف من ايد اصيل. وبعدها بتطلب من اصيل وبلبل ياخدوا العربيه ويوصلوا الطلبات، بس اصيل بيقول لبلبل ان في عجله ناقصه فبتسمعهم تنة وبتقرر تساعدهم، وبتطلب من مشيره تروح معاهم وبينطلقوا. وفجاه بيهجم عليهم زرع غريب فبيهربوا منهم بسرعه وبيخبطوا في شجره وكل حاجه بتتدمر. فبيروحوا لها الجنيات وبيطمنوا عليها وبتحكي لهم تنة ورنة عن اللي حصل. فبيقولوا لها الزرع ده اسمه الشوك النطاط وبيقطع اي حاجه قدامه. في الوقت ده أصيل وبلبل بيقولوا للجنيات إنهم جابوا لهم حاجات للربيع، وبيدوا أنابيب قوس قزح لمنيرة اللي بترسمه في الجو. وبتنبهر تنة جدا وبتسألها هتعمل إيه بالأنابيب دي، فبتقول لها منيرة إنها تاخدها لأرض الناس. وبتسألها تنة يعني إيه أرض الناس، فبتقول لها ندى جنية المية إن ده المكان اللي هنغير فيه الشتاء لربيع. ووردة بتقول لها إنها هتفتح كل النباتات. أما فوز جنية الحيوانات بتقول إنها هتحضر الأكل لكل الحيوانات. فبتودعهم تنة وبتسيبهم وبتمشي. وفي الطريق تنة بتشوف نسمة وهي بتتحكم في الهواء، فبتروح لها تنة وبتتخض نسمة وبتبوظ كل حاجة. فبتعتذر لها تنة لكن نسمة ما بتهتمش. فبتسألها تنة عن موهبتها، فبتقول لها نسمة وانت شايفة ايه؟ فبتقول لها تنة يا نهار ابيض انت بتاع اللقاح. فبتقول لها نسمة بكل غرور انها جنية سريعة جدا ودي موهبة نادرة وكل الجنيات بتعتمد عليها. فبتقول لها تنة ان هي كمان سريعة زيها وكده هما الاتنين زي بعض. فبتتضايق نسمة وبتقول لها انها بتغير الطبيعة، اما انتي فبتصنعي اطباق وحلل، وده معناه ان الربيع ما بيعتمدش على التنات الغبية. فتنة بتقول لها انها لما تروح لارض الناس هتثبت لها قد ايه هم مهمين. فبتستهزأ بيها نسمة وبتقول لها انها هتستنى تشوف وبتسيبها وبتمشي. اما تنة فبتمشي وهي متضايقة جدا من نسمة وبتلاحظ حاجة بتلمع على الشط، فبتروح تشوفها وبتدور على شوية حاجات تانية وبتاخدهم وبترجع بيهم للمخزن. وبلبل بيسألها عن الحاجات دي فبتقوله انها ما تعرفش. اما اصيل فبيقول لها ان دي حاجات تايهة بتيجي من ارض الناس. وفي الوقت ده بتيجي مشيرة وبتاخد الحاجات دي وبتقول لتنة انها مش عايزاها تضيع وقت. اما بلبل فبيقول لهم ان هم لازم يستعدوا علشان مراجعة الملكة. فبتسألهم تنة ورنة هي ايه مراجعة الملكة دي، فبيقول لها ان الملكة الليلة هتراجع كل حاجة الجنيات عملتها للربيع. فبتقول تنة لنفسها ان دي فرصة حلوة علشان تثبت نفسها قدامهم. وبتفضل تنة سهرانة طول الليل وبتخترع شوية حاجات علشان توريهم للملكة. وبعد شوية بتوصل الملكة ومعاها الوزير اللي بيقول لها لما الزهرة دي تفتح هناخد الربيع لأرض الناس. وفي الوقت ده بتيجي تنة ورنة وبتقول للملكة انها اخترعت شوية حاجات علشان تساعد التنات في أرض الناس. وبتشغل أول اختراع اللي هو كسرت البندق، بس للأسف بيفشل. فبيحاول الوزير يوقفها لكن الملكة بتمنعه. وبتروح تنة تشغل الاختراع التاني واللي بيكون رشاش للورد، وللأسف بيفشل برضه.
وبتروح علشان تجيب اختراع تاني، بس الملكة بتوقفها وبتقول لها ان الجنيات التنات ما بيروحوش لأرض الناس، وان جنيات الطبيعة بس هم اللي بيروحوا. فبتنصدم تنة وبتمشي، اما نسمة بتكون فرحانة جدا فيها. وبتوصل تنة للمخزن وهي حزينة وبتقول لمشيرة نسمة عندها حق وان التنات ملهمش لازمة. فمشيرة بتقول لها انها لازم تكون فخورة بنفسها لانها تنة، وبتقول لها لو قدرت تكبر الوردة او تمسك النور وقتها تقدر تروح لأرض الناس. في الوقت ده بتيجي لتنة فكرة، وتاني يوم كل الجنيات بيروحوا لشجرة تراب الأساطير علشان ياخدوا شوية يروحوا بيه لأرض الناس، واللي بيديهم التراب ده اسمه تميم. في الوقت ده تنة بتروح لهم وبتقول لهم إنها مش عايزة تكون تنة، وإنها عايزة تغير موهبتها وتكون جنية مية أو نور أو أي حاجة. فبينصدموا الكل وبيقولوا لها محدش هنا بيغير موهبته. فتنة بتزعل وبتقول لهم إن كلهم بيعملوا حاجات مفيدة، أما هي فبتصنع حلل. فبيتأثروا الجنيات وبيقرروا يساعدوها. وبنروح لبلبل وأصيل اللي بيلاحظوا غياب تنة ورنة، وبتروح لهم مشيرة وبتسألهم عنها. فبيتوتروا وبيقولوا لها إنها راحت تجيب شوية حاجات لكنها بتشك فيهم. وبنرجع لتنة اللي بتتعلم تكون جنية نور وبتحاول تمسك النور علشان ترميه على الحشرات اللي هتنور، بس للأسف ما بتقدرش. فبتحاول مشيرة تساعدها لكن تنة بترفض، وبتفضل تخبط علشان تخرج النور، وللأسف النور بيخرج وبيخبط في كل مكان لحد ما بيلزق في تنة. فبتاخدها جنية المية وبتقول لها إن أسهل حاجة تتعلمها هي رص قطرات الندى على شبكة العنكبوت. وفعلا بتعلمها ازاي تعملها، بس للأسف تنة ما بتقدرش تمسك قطرة الندى. فبتقول لها ندى جنية المية اهدي وانت هتنجحي. فبتحاول تنة ورنة كتير بس للأسف بتفشل. وتاني يوم مشيرة بتروح لتنة وهي حزينة وبتقول لها انها عارفة هي كانت فين وانها كان عندها أمل كبير فيها، وبتسيبها وبتمشي. أما بلبل بيقول لتنة ان مشيرة عندها حق، فتنة بتقوله انها مش تنة غبية علشان تفضل تصنع حلل. فبيحزنوا أصيل وبلبل، فبتعتذر لهم تنة وبتسيبهم وبتمشي. وبتروح لفوز علشان تعلمها تبقى جنية حيوانات وبتعرفها ازاي تعلم الطيور تطير. ولما تنة بتحاول تعلم عصفور صغير الطيران بيخاف منها وبيدخل للبيضة بتاعته تاني. وفي الوقت ده تنة بتشوف طائر فبتقرر تطلب مساعدته، لكن فجأة واحد من الكشافة بيصرخ وبيقول صقر وبيحذر الجنيات. والصقر بيفضل يجري ورا تنة ورنة اللي بتهرب منه وبتستخبى في الشجرة اللي نسمة بتكون موجودة فيها. وبيحاول الصقر يكسر الشجرة، وللأسف تنة بتزق نسمة بالغلط قدام الصقر اللي بيكون هياكلها، لكن الجنيات بترمي عليه فاكهة فبيهرب. فبتروح تنة تتأسف لنسمة اللي بتزعق لها وبتمشي. أما تنة فبتروح تقعد لوحدها وهي حزينة وبتقول إن كده عمرها ما هتروح لأرض الناس. وفجأة بتلاقي حاجة غريبة قدامها فبتجيلها فكرة وبتجمع شوية حاجات وبتركبهم مع بعض، وأصحابها بيكونوا بيراقبوها من بعيد. أما تنة فبتخلص تركيب الحاجات دي، واللي بتكون عبارة عن لعبة بتطلع موسيقى. فأصحابها بينبهروا بيها وإن تنة قدرت تصلحها، وبيقولوا لها إن دي موهبتها الحقيقية، إنها تخترع وتبتكر وتصلح الحاجات. وبيقولوا لها مين يفرق معاه أرض الناس وهو عنده الموهبة الجميلة دي. لكن تنة ما بتقتنعش بكلامهم، وبتروح لنسمة وبتطلب منها تعلمها تكون جنية رياح زيها، لكن نسمة بترفض. فبتفضل تنة تتحايل عليها علشان تعلمها لأن أصحابها تخلوا عنها. فبتوافق نسمة تساعدها وبتبعتها للغابة علشان تمسك الشوك النطاط. فتنة بتروح للغابة وبتعمل حاجز من الخشب علشان تحبسهم جواه، وبتبدأ تجري ورا الشوك النطاط وبتمسك 2 منهم وبتدخلهم للحاجز. بس للأسف نسمة بتفتح لهم الباب وبتخرجهم تاني، وبتفضل تنة تجري وراهم، لكن للأسف عددهم بيكون كبير جدا فبيكسروا الحاجز اللي تنة عاملاه، وبيدخلوا لأرض الجنيات وبيدمروا كل حاجة قدامهم. وبتنصدم تنة لما بتشوف كل اللي حصل. فبيروحوا لها أصحابها وبيسألوها عن اللي حصل، فبتقول لهم إنها كانت بتحاول تمسك الشوك النطاط. فوردة بتقول لها إن مفيش جنية زراعة في العالم تقدر تمسكه. في الوقت ده بتيجي الملكة وبتنصدم من اللي بتشوفه، وبتقول إن استعدادات الربيع كده باظت. فتنة بتروح لها وبتتأسف لها لأنها السبب في كل ده. أما الملكة فبتجتمع مع الوزراء وبتقول لهم إن الربيع لازم يجي في وقته علشان ما يحصلش خلل في العالم. وبتسأل مشيرة لو يقدروا يعملوا أي حاجة في الوقت اللي فاضل، لكن مشيرة بتقول لها مستحيل. فبيترعب الكل من اللي هيحصل. أما تنة فبتروح لشجرة تراب الأساطير، فبيسألها تميم إذا كانت كويسة. فبتقول لها إنها كويسة بس جيت تاخد شوية تراب أساطير علشان هتغيب شوية. ولما بيسألها تميم هتغيب قد إيه، فبتقول له للأبد. فبيقول لها ياه دي فترة كبيرة قوي، وبيديها تراب الأساطير فبتشكره وبيستغرب لأنها عارفة اسمه. وبيقول لها إنه مجرد حارس لتراب الأساطير، يعني مش مهم زي الباقيين. لكن تنة بتقول إنه هو أهم واحد في أرض الجنيات لأن من غيره مش هيكون في أي سحر. وبتقول له إنه لازم يكون فخور بموهبته، فبيقول لها إنه فعلا فخور. ووقتها تنة بتفهم هو قصده إيه، وبترجع للمخزن وبتقعد قدام اختراعاتها وهي حزينة. وفجأة بتلاحظ شوية أدوات وبيجي لها فكرة. وتاني يوم الملكة بتروح للجنيات
الجنيات وبتقول لهم للأسف الربيع مش هيجي في وقته، وإنهم محتاجين شهور كمان علشان يعوضوا اللي راح، وإن لما زهرة الزهور تفتح بكرة مش هيقدروا يروحوا بيها لأرض الناس. وفي الوقت ده بتوصل تنة ورنة وبتقول للملكة إنها عندها حل وبتترجاها تسمعها، وبتروح لجنية معينة وبتسألها عن الوقت اللي هتحتاجه في تلوين الدعسوقة، فبتقول لها تقريبا ربع ساعة. فبترش تنة الدعسوقة وبتخلص بسرعة جدا، ونسمة طبعا بتكون متضايقة. أما تنة بتقول للملكة إنها تقدر تخلص تجهيزات الربيع بسرعة لكنها محتاجة مساعدتهم، فبتتدخل نسمة وبتقول لهم ما يسمعوش كلامها لأنها السبب في كل ده. وقتها بتتضايق تنة وبتقول لها إنها بتحاول تساعدهم على الأقل، أما هي عمرها ما ساعدت حد. فبتتعصب نسمة وبتقول لها إنها ساعدتها لما قالت لها تمسك الشوك النطاط. فالكل بينصدم من نسمة وبتقول لها الملكة إن هي اللي لازم تمسك الشوك النطاط، وبتقول لتنة إنها واثقة من نجاحها. فتنة بتقول لها أيوة لأن من التنات، والتنات بيصلحوا الحاجات، وإن دي موهبتها بس مش هتقدر لوحدها. فبيتجمعوا حواليها كل الجنيات وبيجمعوا في حاجات تايهة، وبتبدأ تنة ورنة تخترع في حاجات علشان تساعد الجنيات في الشغل، وبيفضلوا كده لحد ما بيخلصوا كل حاجة هياخدوها الجنيات لأرض الناس. وزهرة الزهور بتفتح والملكة بتقول لتنة ورنة انت أنقذت الربيع. أما الجنيات فبيروحوا للملكة وبيطلبوا منها ان تنة تروح معاهم لأرض الناس، بس تنة بتقول لهم ان هي لسه وراها شغل كتير هنا. وفي الوقت ده مشيرة بتقول لتنة ان شغلها مش هنا، وبتصفر لبلبل وأصيل اللي بيجيبوا اللعبة. وبتقول مشيرة لتنة انها لقت اللعبة دي من سنين فاتت لكنها ما قدرتش تصلحها، وبتقول لها ان اكيد في بنت في ارض الناس مستنية اللعبة بتاعتها، وبتطلب منها تروح لارض الناس وترجع اللعبة دي لصاحبتها. فبتفرح تنة وبتشكر مشيرة والملكة. وفي الوقت ده بيجي تميم وبيدي لتنة شوية تراب اساطير، فبتشكره تنة وبتبدأ رحلتها لارض الناس. وبلبل واصيل بيطيروا باللعبة وتنة بتكون مبسوطة جدا، وبيوصلوا الجنيات لارض الناس وبيبدأوا يجيبوا الربيع ويصحوا الحيوانات، وتنة بتتفرج على كل حاجة وهي سعيدة. وهنا بقى بتبدأ مهمة تنة وبترمي شوية تراب أساطير على اللعبة اللي بتطير، فبتاخدها وبتمشي وبتفضل تدور بين البيوت على بيت صاحبة اللعبة لحد ما بتلاقيها. فبتخبط تنة على الشباك وبتستخبى، فبتفتح البنت اللي بتفرح لما بتلاقي لعبتها، وبتطلع مفتاح وبتشغل لعبتها وهي فرحانة. وتنة بتفرح جدا لأنها وصلت اللعبة. بيبدأ الجزء التاني بصوت بيقول لنا إن في ناس بتقول إن الجنيات مجرد أساطير ملهاش وجود، وناس تانية شايفة إنها موجودة فعلا. لكن بالرغم من كده الناس والجنيات عمرهم ما اتقابلوا لحد ما جه صيف حصل فيه حاجة مهمة جدا عمرها ما هتحصل تاني. وفي الوقت ده بنروح لأرض الجنيات وبنشوف الجنيات اللي بيستعدوا علشان ينقلوا الصيف لأرض الناس، وبنشوف تميم اللي بيسأل تنة إذا كانت جاهزة عشان تشوف أول صيف ليها في أرض الناس. فبتقول له تنة وهي فرحانة إنها مستعدة وإن أرض الناس جميلة جدا. بعد كده بياخدها تميم وبيوريها الشجرة اللي هتكون معسكر الجنيات في أرض الناس، وتنة بتروح تتفرج وبتفرح جدا وبتنبهر بالمكان، وبتكمل طريقها وبتشوف الجنيات دي وهي بتلون فراشات، وبتفضل تتفرج على كل الجنيات وهم بيعملوا شغلهم، وبتسألهم لو محتاجين مساعدة، وبتفضل تدور على أي حاجة تصلحها. فبيقول لها تميم ما تخافيش أكيد هتلاقي حاجة تصلحيها، وبيعرفها إنه لازم يمشي دلوقتي علشان يوصل تراب الأساطير للمعسكرات التانية. وبتقرر تنة تروح تدور على حاجات تايهة، وفي الوقت ده بتيجي نسمة وبتحذرها إنها تقرب من بيوت الناس. فبتقول لها تنة ايه ده، هو في بيوت ناس هنا؟ فبتيجي منيرة في الوقت ده وبتقول لها لا مفيش، حتى لو في لازم نبعد عنهم خالص. وبيفضلوا كل الجنيات يحذروا تنة انها تقرب من بيت الناس، فبتطمنهم تنة انها اكيد مش هتقرب منهم ابدا. وفي الوقت ده فوز بتكون بتلون فراشة، بس فجأة بيسمعوا صوت فرقعة فبتوقع فوز الالوان على الفراشة، وواحد من الجنيات بيحذرهم ان في حد جاي، وطبعا الكل بيستخبى الا تنة ورنة. وبتشوف تنة العربية دي وهي ماشية وبتكون مستغربة شكلها جدا، فبتمشي وراها. فبتشوفها نسمة اللي بتقول انها كانت عارفة ان تنة هتعمل كده. اما العربية فبتوصل لبيت صغير وسط الغابة، وبينزل منها اب وبنته وبيدخلوا جوه البيت. فبتجري تنة بسرعة ناحية العربية وبتبدأ تستكشف فيها، ونسمة بتروح لها وبتقول لها بتعملي ايه هنا؟ فبتقول لها تنة وهي منبهرة جدا ان العربية دي بتتحرك لوحدها من غير فار ولا حتى حصان، وبتفضل تستكشف في العربية. فبتقول لها نسمة انهم المفروض ما يكونوش هنا اصلا، وبتعرفها ان علشان كده الجنيات التنات ما بيروحوش لأرض الناس. بس تنة ما بتهتمش بكلامها وبتفضل تستكشف في العربية، وبتلاقي الحنفية دي فبتفضل تفتح وتقفل فيها، وللأسف بتغرق نسمة بالمية اللي بتنزل منها. وفجأة بيسمعوا صوت فبيستخبوا بسرعة، وبنشوف البنت الصغيرة دي هي وباباها اللي بيروحوا يجيبوا حاجات من العربية،
وبنعرف ان البنت دي اسمها زيزي، وبتطلب من باباها يعملوا حفلة شاي في الجنينة لكنه بيرفض لانه مشغول. وفجأة بتيجي فراشة من اللي فوز كانت بتلونها بتقف على ايد زيزي اللي بتكون مبهورة بيها جدا، وبتوريها لباباها اللي بيقول لها انها جميلة لكن اجنحتها مش زي بعض. فبتقول له زيزي اكيد الجنيات اللي غيرت الوانها، لكن باباها بيقول لها ان مفيش حاجة اسمها جنيات. فبتسمعه تنة وبتتضايق جدا، وزيزي بتقول له لا طبعا في جنيات والفراشة دي الدليل. وبتطلب منه تاني يروح معاها الجنينة لكنه بيرفض، وبيقول لها انه لازم يرسم الفراشة دي في سجل الاستكشافات لانه عنده مؤتمر بكرة، وبيسيبها وبيمشي. اما عند تنة ورنة فبنشوف نسمة اللي متضايقة لان اجنحتها مبلولة، فبتعتذر لها تنة بس نسمة ما بتهتمش وبتسيبها وبتمشي. وبنروح لزيزي اللي بتجهز البيت اللي صنعته للجنيات علشان الجنيات يعيشوا جواه، وبتكتشف ان في حاجة ناقصة في البيت ده فبترجع لبيتها بسرعة. اما تنة اللي بتكون ماشية مع نسمة بتفضل تحكي لها عن العربية وازاي بتشتغل، فبتتضايق نسمة من كتر الكلام وبتزعق لها، فبتنصدم منها تنة. لكن نسمة بتكتشف انها مش مصدومة منها ولا حاجة، وانها مبهورة بالحاجات اللي لقيتها في الطريق، وبتقول لنسمة انها هتاخد الحاجات دي للمعسكر وتعمل عربية جديدة، وبتفضل تجمع في الحاجات دي وبتديها النسمة اللي بترميهم. وفجأة بيشوفوا البيت اللي زيزي عاملاه للجنيات فبيقولوا يلا بينا، بس تنة بتجري ناحية البيت ونسمة بتجري للغابة، بس بترجع تاني لتنة علشان تاخدها ويمشوا قبل ما حد يشوفهم. لكن تنة ما بتهتمش وبتقرر تستكشف البيت اللي بيعجبها جدا. اما نسمة بتحاول توقفها وبتقول لها ان ده اكيد فخ من الناس، لكن تنة بتقول لها انه امان، وبتفضل تستكشف البيت اكتر. فنسمة بتقفل الباب عليها علشان تخوفها، وفي الوقت ده زيزي بترجع فبتحاول نسمة تفتح البيت وتخرج تنة لكن الباب بيعلق، وفجأة تنة ما بتسمعش صوت نسمة فبتقلق وبتحاول تفتح الباب لكنه ما بيفتحش. وللأسف زيزي بتكون وصلت وبتشوف الباب وهو بيتحرك، ولما بتبص جوه البيت بتشوف تنة فبتنبهر بيها جدا، وبتاخد البيت وبتجري على باباها فبتروح وراها نسمة من غير ما تاخد بالها. اما زيزي بتوصل لباباها وبتكون عايزة توري له تنة ورنة لكنه ما بيهتمش بكلامها، وبيقول لها انه حبس الفراشة اللي هم لقيوها وهياخدها معاه لندن علشان يوريها للمجلس، وده لانها اكتشاف نادر جدا. فبتخاف زيزي على تنة ورنة وبتقرر ما تعرفش باباها حاجة عنها، وبتطلع زيزي اوضتها هي والقطة بتاعتها وبتبص على تنة ورنة وبتفتح البيت. فبتجري تنة بسرعة علشان تهرب لكنها ما بتعرفش، وبتهجم عليها القطة علشان تاكلها لكن زيزي بتنقذها على آخر لحظة. أما نسمة فبترجع بسرعة لمعسكر الجنيات، بس للأسف الدنيا بتمطر وما بتقدرش تطير، فبتقرر تمشي لحد ما بتوصل وبتروح للجنيات وبتقول لهم إن في حد اصطاد تنة ورنة، وبتحكي لهم عن كل اللي حصل. فبيقرروا يروحوا ينقذوها، لكن للأسف الدنيا بتكون لسه بتمطر، فبيفضلوا يفكروا إزاي هيروحوا لها. وفي الوقت ده أصيل بيقترح عليهم يجمعوا شوية حاجات ويعملوا مركب، وفعلا بيعملوا كده وبينطلقوا. وبنرجع لزيزي اللي بتطمن تنة وبتقول لها انها مش هتأذيها، وبتقول لها ان فستانها جميل جدا، وبتفتح لها باب القفص. فبتحاول تنة تهرب تاني لكنها ما بتعرفش، فبتحاول زيزي تطمنها وبتقول لها انها عايزه يكونوا صحاب بس، لكن تنة بتكون خايفه. فزيزي بتقول لها انها بتحب الجنيات وبترسمهم من زمان، وبتسألها اذا كان الجنيات فعلا هم اللي بيلونوا اجنحة الفراشات. فبتقول لها تنة ايوه، وبتفضل زيزي تكلمها عن الجنيات اللي هي رسمتهم، وبتقول لها ان دي جنية المية وبشرتها زرقاء، ودي جنية الحلويات وساكنة في شجرة الحلويات. لكن تنة بتقول لها ان الكلام ده غلط، بس للأسف زيزي ما بتكونش فاهمة منها اي حاجة، وبتسمع زي صوت جرس كده وبتقول لها ان اكيد دي طريقة كلام الجنيات. وتنة بتسأل زيزي اذا كانت هي اللي صنعت بيت الجنيات ده، لكن زيزي ما بتكونش فاهمها برضو. فبتحاول تنة تشرح لها بايديها، فبتقول لها زيزي ايوه هي اللي صنعته. وبتحاول تنة تصلح باب البيت، فبتقول لها زيزي انها تنة شاطرة جدا، فبتقول لها تنة ايوه هو ده، وبتحاول تفهم زيزي ان اسمها تنة ورنة. وفي الوقت ده بيجي ابو زيزي وبيسمعها وهي بتتكلم، فبيدخل يشوفها، فبتستخبى تنة بسرعة. ولما بيسأل زيزي بتتكلمي مع مين، زيزي بتقوله انها بتكلم رسمتها. بعد كده بيديها باباها سجل استكشافاته القديمة، فبتسأله عن سجل عن الجنيات، فبيقول لها انه ما عندوش لان الجنيات مجرد اساطير. فبيديها باباها سجل استكشافات فاضي وبيقول لها تملاه بحاجات مفيدة، وبيسيبها وبيمشي. وبتروح زيزي لتنة اللي بتطلب منها انها ترجع لاصحابها، فبتروح زيزي تفتح لها الشباك علشان تمشي، لكن للاسف العاصفة بتكون لسه شغالة. فبتقول لها تنة انها مش هتقدر تطير من المطر فهتقعد هنا شوية. في الوقت ده بنشوف باقي الجنيات في المركب وبيلاحظوا عربية في الطريق، فبتقول لهم نسمة انها عارفة العربية دي، وبتطلب منهم يكملوا زي ما هم، وبيكونوا كلهم قلقانين على تنة وفاكرين انها بتتعذب. وبنرجع لتنة اللي بتكون مستمتعة جدا بالحاجات اللي بتوريها لها زيزي، وبتستكشف كل حاجة، وبتسألها زيزي عن الجنيات بياكلوا ايه وبيعيشوا فين. فبتيجي لتنة فكرة، وبتفتح سجل الاستكشافات علشان تعرف زيزي كل حاجة عن الجنيات.
وبتسألها زيزي ازاي الجنيات بتتولد، فبتقول لها تنة ان مع كل اول ضحكة لطفل جنية جديدة بتتولد. وبتنبهر زيزي جدا، وبتبدأ تنة تعرفها كل حاجة عن الجنيات، وبتعرفها كل جنية وظيفتها ايه. وبتفضل زيزي تسجل كل حاجة تنة بتقولها. اما عند الجنيات اللي بيكونوا قربوا يوصلوا بيكتشفوا انه في شلال في طريقهم، وبيحاولوا يبعدوا عن الشلال بس للأسف ما بيقدروش، وبيقعوا على الأرض والمركب بيتكسر. ولحسن حظهم كلهم بيكونوا كويسين. وبتلاحظ نسمة في الوقت ده زرار مع أصيل، فبتسأله لقاه فين، فبيقول لها انه لقاه على الأرض هنا. فبتقول للجنيات انها كده عرفت هما فين. وبنرجع لتنة اللي بتساعد زيزي في سجل الاستكشافات، وبنشوف انهم رسموا مملكة الجنيات. وبنشوف تنة اللي بتبص على صور اصحابها، وبنلاحظ ان هم وحشوها. فبتروح زيزي تفتح لها الشباك، وبتقول لها ان العاصفة هديت شوية وتقدر ترجع لاصحابها تاني. فبتحضنها تنة وبتسيبها وبتمشي، بس بترجع تراقبها من الشباك علشان تشوف رأي باباها في سجل الاستكشافات اللي هم عملوه. وبتروح زيزي لباباها علشان توري له السجل، لكنه ما بيهتمش بكلامها. فبتحزن زيزي وبتسيبه وبتمشي. وبترجع اوضتها بتتفرج على رسمة تنة ورنة وهي حزينة. وفي الوقت ده تنة بتروح لها، فبتفرح جدا وبتقول لها ان باباها ما عندهوش وقت علشان يشوف اللي هي عملته. فبتقرر تنة انها تساعدها. وبنرجع للجنيات اللي في طريقهم لتنة ورنة، لكن للاسف نسمة بتلزق في الطين فبيحاولوا يشدوها. ولسوء الحظ بتيجي عربية ناحيتهم بسرعة، لكن منيرة بترمي نور في وش السواق اللي بيوقف العربية بسرعة، وبينزل يشوف اللي حصل. فالجنيات بيمسكوا في الرباط بتاعه وبيخرجوا من الطين من غير ما يلاحظهم. وبنرجع لزيزي اللي بتكون نامت، وتنة بتلاحظ ان السقف بينزل مية، فبتروح تشوف بينزل منين، وبتسد الفتحة بجزمة. لكن للأسف الجزمة بتكون مخرومة، فبتفضل توصل كل الفتحات اللي في السقف ببعض، وبتوصلهم بخرطوم وبتخرجوا من الشباك. وفي الوقت ده بتشوف الفراشة اللي حابسها والد زيزي، فبتقرر تخرجها. وبتروح تنة تصحي زيزي علشان تروح توري لباباها سجل الاستكشافات بتاعها. في الوقت ده بيدخل عليها باباها وهو مستغرب لأن المية بطلت تدخل البيت، وبيقول لزيزي ان كأن حد سد الفتحات اللي كانت موجودة. فبتفهم زيزي ان تنة هي اللي عملت كل ده، وبتطلب من باباها يروح مكتبه. فبتستغرب تنة وبتقول لزيزي ليه ما وريتش لباباها الكتاب، وبتاخدها وبتروح له المكتب. لكن بتتفاجئ زيزي بباباها اللي بيسألها عن الفراشة، وبيقول انه كان هيوريها للمجلس النهارده. وبيزعق لزيزي لانه فاكر ان هي اللي خرجتها. فتنة بتقول لزيزي ان هي اللي عملت كده، وبيفضل والد زيزي يزعق معاها، وبيقول لها تروح لاوضتها فورا. وبنرجع تاني للجنيات اللي بيكونوا مفتقدين تنة جدا، ونسمة بتقول لهم ان الناس اصطادوا تنة بسببها، لانها قفلت الباب علشان تخوفها، بس الباب علق وما قدرتش تفتحه تاني. فبيواسوها باقي الجنيات وبيقولوا لها ان المهم يقدروا ينقذوا تنة دلوقتي. وبنرجع لزيزي اللي بتكون حزينة لان باباها مش مصدقها، وبتقول لتنة انها كانت بتتمنى تكون جنية زيها علشان يكون عندها صحاب. فتنة بتجيلها فكرة وبتاخد زيزي وبتخليها ترفع ايديها وبتغرقها تراب اساطير. وبتبدأ زيزي تطير، وتنة ورنة بتعلمها الطيران، فبيسمع باباها صوت خبطهم، وزيزي بتكون سعيدة جدا. أما الجنيات فبيقدروا يوصلوا للبيت، وبيفتحوا الباب وبيدخلوا للبيت. وللأسف في الوقت ده بيتفاجئوا بالقط اللي بيهجم عليهم، فبيهربوا منه بسرعة وبيرشوا تراب أساطير على الأطباق والكوبايات، وبيفضلوا يجروا عليهم. وفوز بتلاقي نبات معين وبتطلب من نسمة تروح تنقذ تنة، وهم هيتصرفوا مع القطة. في الوقت ده والد نسمة بيطلع لها الأوضة وبيسألها عن صوت الخبط ده، وبيتفاجئ إن كل حاجة بايظة. أما تنة فبتروح تستخبى في بيت الجنيات. وبيلاحظ والد زيزي آثار جزمة على السقف، فبيسألها عن اللي بيحصل، لكن زيزي بتقوله إن هو مش هيصدقها، لكنه بيقول لها إنه هيحاول. فبتقوله زيزي إنها كانت طايرة، لكنه طبعا ما بيصدقش. فبتديله سجل الاستكشافات اللي هي عملته عن الجنيات، لكن برضه ما بيصدقهاش، وبيقول لها إن دي خرافات، وبيروح يلم كل رسوماتها وكل حاجة تخص الجنيات. فبتتضايق منه تنة وبتطلع تزعق معاه، وهو بيكون خايف من اللي بيحصل. فبتهديه زيزي وبتقوله إن دي جنية حقيقية. وفي الوقت ده نسمة بتوصل وبتلاحظ ان والد زيزي بيفضي برطمان علشان يحبس تنة فيه، فبتزق تنة بسرعة وبتتحبس هي مكانها. وبياخدها والد زيزي علشان يوديها للمتحف بسرعة، فبتحاول زيزي توقفه لكنه بيسيبها وبيمشي. وبنرجع لتنة اللي بتشوف باقي الجنيات اللي بيلعبوا مع القطة، فبتحكي لهم عن اللي حصل لنسمة، لكنهم ما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه لانهم مش هيقدروا يطوروا وراه بسبب المطر. فبتيجي لتنة فكرة، وبتلبس زيزي جاكيت وبيرشوا عليها تراب الاساطير اللي معاهم، فبتطير وبيستخبوا في جيبها، وبتفضل تطير فوق السحاب وهي سعيدة. وباباها بيكون قرب يوصل للمتحف، فتنة بتسيب زيزي وبتروح للعربية وبتحاول تعطلها، وفعلا بتنجح في كده. لكن والد زيزي بياخد نسمة وبيجري لحد المجلس، وبيتفاجئ ببنته اللي بتكون طايرة، وبيخرجوا كل الجنيات من جيبها وبيطيروا حواليها. في الوقت ده زيزي بتطلب من باباها ان هو يرجع نسمة لاصحابها، وفعلا بيخرج نسمة من البرطمان وبترجع لاصحابها، وبيكونوا كلهم فرحانين جدا. وبتطلب زيزي من باباها يرجعوا البيت، لكنه بيقول لها ان العربية عطلت،
فبيغرقوهم الجنيات بتراب الاساطير وبيطيروا كلهم. وتاني يوم بنشوفهم وهم عاملين حفلة شاي في الجنينة ومبسوطين، وبنشوف والد زيزي اللي بيقرأ سجل الاستكشافات بتاعها واللي بيكون فيه كل حاجة عن الجنيات. وفي الوقت ده بيجي تميم اللي بيسأل تنة إذا كانت لقت حاجة تصلحها، فبتبص تنة لزيزي وباباها وبتقوله تقريبا كده. وبيوصل والد زيزي لآخر صفحة في السجل واللي مكتوب فيها إن أهم موهبة لأي جنية إنها صديقة مخلصة. بيبدأ الجزء الثالث. صوت بيقول لنا إن تغيير الفصول بيجيب معاه مفاجآت كتير، وسحر الجنيات معروف من زمان، وإن أعظم تغيير في الطبيعة بيحصل في فصل الخريف. وكمان الصوت بيقول لنا إن الخريف السنة دي مش زي أي سنة، لأن هيظهر فيه القمر الأزرق، ولما بيقرب وقت الحصاد بنكتشف أسرار كتيرة. وفي الوقت ده بنشوف الجنيات وهم بيجهزوا أرض الناس للخريف وبيوقعوا أوراق الشجر وبيهتموا بالحيوانات. وبعد كده بيرجعوا لشجرة تراب الأساطير اللي تنة ورنة طورتها وخلتها أحسن وأسرع من الأول. وبنشوف تميم وهو بيجمع تراب الأساطير للجنيات اللي بتروح أرض الناس، ومكار الرئيس بتاعه بيأكد عليه إن لكل جنية كوباية تراب بس. بعد كده بيقول لهم تميم إنه رايح يساعد تنة ورنة، فبيتريقوا عليه وبياخد حبل معاه وبيمشي. وبنروح لتنة اللي بتعمل مركب سريع علشان يساعد جنيات تراب الأساطير، وكل الحيوانات بيساعدوها. وبيروح لها تميم وبيديها الحبل اللي بتستخدمه وبيبدأوا يشغلوا المركب. وبتفرح تنة ورنة جدا، بس للأسف المركب بيتحرك بسرعة ومبتقدرش تسيطر عليه، فبيخرج من المية وبتخبط في شجرة. وبيروح تميم علشان يطمن عليها، فبتقوله إنها كانت عايزة تعمل المركب ده علشان تساعدهم، وبتتعصب جدا، فبيحاول تميم يهديها. وفي الوقت ده بتيجي مساعدة الملكة وبتقول لتنة ورنة إن الملكة عايزاها، فبتروح معاها تنة وبتسمع المستشار وهو بيقول لمشيرة أنت متأكدة من تنة؟ فبتقول له مشيرة أي نعم تنة بتتعصب بسرعة لكنها شاطرة جدا. وبينادوا على تنة اللي بتقول لهم ان دي مش غلطتي وان حشرات البقى هم اللي عصبوني، فبيستغربوا جدا من كلامها. وبتكتشف تنة انهم مش عايزينها علشان كده. وبيبدأ المستشار يسألها عن اللي تعرفه عن الخريف، فبتقول له انها ما تعرفش عنه كتير. فبيحكي لها عن الخريف وبيقول لها ان السنة دي الخريف هيجي مع قمر الحصاد الازرق ولازم يعملوا صولجان جديد، وبيوريها كل الصولجانات اللي الجنيات عملتها قبل كده. وبيقول لها ان السنة دي الدور على الجنيات التنات علشان يعملوا الصولجان. وبتقول لها الجنية مشيرة انا اخترتك انت علشان تعملي الصولجان. وبيقول لها المستشار ان الصولجان لازم يتعمل بنسب معينة، وعلى نهايته هتحط حجر القمر الازرق، ولما القمر الازرق يظهر الشعاع بتاعه هيعدي جوه الحجر، ووقتها هيتكون تراب اساطير ازرق، والتراب ده هو اللي هيخلي شجرة تراب الاساطير اقوى. وبتوريها مشيرة حجر القمر وبتقول لها انه حساس جدا وممكن يتكسر بسهولة. وبتعرفها الملكة انهم واثقين فيها ومعتمدين عليها، فبتشكرهم تنة على الثقة دي وبتاخد الحجر وبترجع بيتها. بعد كده بيروح لها تميم، فبتعرفه تنة انهم اختاروها علشان تعمل صولجان الخريف السنة دي. فبيقول لها تميم ان ده معناه انهم ادوها حجر القمر، فبتاخده تنة وبتوري له حجر القمر. وبيفضل تميم يقول لها معلومات كتير جدا عنه بما انه حارس لتراب الاساطير، وبيقول لها ان ممكن يساعدها بما انهم اصدقاء، فبتوافق تنة وبتشكره. وتاني يوم بيروح تميم يصحي تنة وبيقول لها انهم قدامهم شهر على احتفال الخريف، وبتبدأ تنة تصمم الصولجان وتميم بيساعدها. وتاني يوم تميم بيصحيها علشان يكملوا شغل، وبتمر الايام وتنة بتصنع الصولجان. واليوم اللي بعده تميم بيصحيها كالعادة وبتكمل تنة الصولجان، وتميم بينظف حواليها، وده بيضايق تنة جدا لانها ما بتعرفش تركز. وبتخلص تنة راس الصولجان وبتطلع حجر القمر علشان تحطه، لكن تميم بيفضل يتكلم وراس الصولجان بتتكسر، فبتتضايق تنة. فبيقول لها تميم انها محتاجة حاجة حادة، فتنة بتقول له فعلا انا عايزة حاجة حادة وروح دور بقى عليها. وفي الوقت ده أصيل بيكون بيجرب آلة للألعاب النارية، وللأسف رجله بتتعلق في حبل فبيطير وبيتعلق على شجرة. وبيوصل تميم في الوقت ده وبيسألهم عن مكان حاجة حادة، فبيقولوا له دور في المغارة وهناك هتلاقي حاجات كتير تايهة. أما تنة فبتكون خلصت الصولجان وحطت الحجر عليه. وفي الوقت ده بيرجع لها تميم ومعاه بوصلة، وبيقول لتنة إنه جاب لها حاجة حادة، فبتقول له تنة إن دي حاجة مدورة، فبيطلب منها تبص جواها، لكن تنة بتتجاهله وبتزق البوصلة اللي بتقع على الصولجان وبتكسره. فبتنصدم تنة وبتزعق لتميم وبتقول له ان انت تسبب علشان جبت البتاع دي هنا، فبيحزن تميم وبيمشي. اما تنة بتحط الحجر على الارض وبتتعصب وبتخبط البوصلة اللي بتتفتح وبتخبط الحجر فبينكسر، ووقتها بتنصدم تنة وبتفضل تعيط.
ولما بيجي الليل بنشوف تنة وهي بتحاول تصلح الحجر زي ما كان لكنها بتفشل، وفي الوقت ده بيروحوا لها أصيل وبلبل علشان تروح معاهم مسرح الحواديت، لكن تنة بترفض لأنها مشغولة. فبيقولوا لها إنهم هيعرفوا مشيرة إنها مش هتقدر تيجي، ولما بتعرف تنة إن مشيرة هتحضر بتجيلها فكرة، فبتروح معاهم مسرح الحواديت وبتشوف مشيرة وبتسألها إذا كان موجود حجر قمر تاني. فبتتخض مشيرة إن الحجر يكون حصل له حاجة، لكن تنة بتطمنها وبتقول لها إنها بتسأل لأن لو في حجرين أكيد هيكون في كمية كبيرة قوي من تراب الأساطير. لكن مشيرة بتقول لها إن ده الحجر الوحيد عندهم من 400 سنة، ومن غيره شجرة تراب الأساطير هتكون ضعيفة والحياة هتكون مستحيلة في أرض الجنيات. فبتنصدم تنة. بعد كده بتبدأ المسرحية وبتحكي الجنية عن حكاية سفينة قراصنة قدرت توصل لأرض الأحلام، ومسكوا جنية من الجنيات وخلوها تعرفهم مكان مراية الأمنيات اللي صنعتها الجنيات من ملايين السنين، واللي هتحقق لأي حد 3 أمنيات. وبتقول إن القراصنة طلبوا أمنيتين بس قبل ما يطلبوا التالتة السفينة غرقت بيهم. فتنة بتسأل مشيرة إذا كان الكلام ده حقيقي، فبتقول لها مشيرة أيوة. وبتكمل الجنية الحكاية وإن علشان توصل لهناك هتاخد رحلة للشمال لحد ما توصل لجزيرة الأمنيات وتعدي من جبل على شكل قوس، بعدها توصل لجسر الأقزام، وبعد ما تعدي الجسر هتلاقي السفينة ووسط الكنوز هتلاقي مراية الأمنيات. وبتخلص المسرحية فبتتسحب تنة وبترجع البيت وبتبدأ تجهز كل حاجة علشان تروح تدور على مراية الأمنيات وتطلب منها حجر قمر جديد. وبتقرر تروح لتميم وتطلب منه تراب أساطير، لكن تميم بيكون فاكر إنها رايحة تصالحه وبيسألها ليه عايزة تراب أساطير زيادة، فبترفض تنة تقوله السبب. فبيرفض تميم يديها تراب أساطير وبيقول لها إنها خدت حصتها قبل كده وإنه مش هيقدر يخالف القواعد. فبيحزنوا هما الاتنين وتنة بتسيبه وبتمشي وبتروح تقعد على القطن اللي بيقع عليه شوية تراب أساطير فبيطير. فبتجيلها فكرة وبتروح تجمع شوية حاجات وبتصنع منطاد وبترمي عليه تراب أساطير، فبياخدها المنطاد وبيطير. وبتبدأ تنة رحلتها لأرض الشمال وبيقابلها شوية حشرات بتهرب من خفاش، وواحد منهم بيخبط في المنطاد بتاعها وبيقع جواه من غير ما تاخد بالها. وبيمر الوقت وبتجوع تنة فبتروح تدور على الأكل بتاعها، لكنها بتتفاجئ بالكائن ده أكل كل أكلها. فبتزعق له تنة وبتطلب منه يمشي، فبيحزن وبيمشي. وبتبص تنة على الخريطة لكنها ما بتقدرش تشوف حاجة بسبب الضلمة، لكن الكائن ده بيرجع تاني وبينور لها. فبتقول له تنة يفضل معاها وبتعرفه على نفسها، وبعد محاولات كتير بتعرف منه ان اسمه بريق، وبيكملوا طريقهم مع بعض. اما في ارض الجنيات كل الجنيات بيجهزوا لحفلة الخريف، وبنرجع لتنة اللي بتعرف ان فاضل يومين بس على ظهور القمر الازرق. وبتنام تنة وبريق وفجأة بيتخبط المنطاد بتاعها، فبتصحى وبتتفاجئ بجبل على شكل قوس قدامها. فبتربط المنطاد وبتطلب من بريق ياخد باله منه وبتطير لحد ما بتوصل للجبل، لكنها بتتفاجئ ان ده شجرة على شكل قوس. وفي الوقت ده بيجي هوا وبيحرك المنطاد وبيحاول بريق يمسكه لكنه ما بيقدرش. فبيروح لتنة علشان يقول لها لكنها ما بتديلوش اهتمام، فبيشدها وبيوريها المنطاد اللي طار. فبتزعق له تنة وبتقول له انها قالت له يحافظ عليه وان كل حاجاتها موجودة فيه. وبتروح هي وبريق يدوروا على المنطاد، وللأسف بتخبط تنة في ورق شجر وبتقع على الأرض. ولما بتفوق بتلاقي تميم قدامها فبتفرح جدا، لكن للأسف بتطلع بتتخيل وبتفتكر لما زعقت لتميم وطردته من البيت. وبعدها بتعتذر لبريق وبتقوله ان هي اللي ضيعت المنطاد، وبتقول لبريق انها جعانة جدا. فبيسيبها بريق وبيروح ينادي على كل الحشرات اللي في الغابة، فبيروحوا لتنة وبيجيبوا لها أكل ومية. فبتشكرهم تنة وبتسألهم إذا كانوا يعرفوا مكان جبل على شكل قوس، فبياخدوها معاهم وبتمشي لحد ما بتلاقي البوصلة اللي جابها لها تميم قبل كده وكانت معاها في المنطاد علشان تعرف الطريق. ولما بتفتحها بتلاقي جواها حاجة حادة، فبتاخدها وبتكمل طريقها لحد ما بتوصل للقوس الحجري. فبتشكر كل الحشرات وبتودعهم. في الوقت ده تميم بيكون بيفكر في تنة وبيقولوا انهم اصحاب ولازم يروح يصالحها، لكن لما بيروح لها البيت ما بيلاقيهاش وبينصدم لما بيلاقي شوية من حجر القمر على الارض. فبيفضل يدور لحد ما بيلاقي مخطط تنة علشان توصل للمراية السحرية. اما عند تنة فبتعدي القوس الحجري وبتوصل لجسر الاقزام، وبتحاول تعدي من الجسر لكن الاقزام بيمنعوها وبيتخانقوا مع بعض على مين فيهم هيتكلم معاها. فبتزعق لهم تنة وبتقول لهم انها مرت بحاجات كتير جدا علشان توصل لهنا، وان كل ده ما كانش هيحصل لو تميم اتاخر شويه وهو بيجيب الحاجه الحاده. فبيسالوها مين تميم ده، فبتقول لهم انه اعز اصدقائها. فبيقولوا لها انها مش لطيفه، فبتتضايق منهم تنة وبتزعق لهم.
وبيرجعوا الأقزام تاني يتخانقوا مع بعض، فبتستغل تنة الوضع وبتدخل للجسر من غير ما ياخدوا بالهم، وبتفضل تمشي لحد ما بتوصل لسفينة القراصنة اللي بتكون متدمرة، فبتدخل جواها وبتستخدم بريقة كشاف وبتفضل تكمل طريقها لحد ما بتلاقي كيس كبير متعلق، فبتستخدم الحاجة الحادة اللي خدتها من البوصلة وبترميها على الكيس اللي بيتقطع وبينزل منه دهب كتير ومجوهرات. فبتفضل تنة تدور فيهم لحد ما بتلاقي مراية الأمنيات، فبتمسك المراية وبتحاول تتمنى، لكن بريق بيكون عامل صوت جنبها، فبتزعق وبتقول لبريق أتمنى إنك تسكت لو دقيقة واحدة. وللأسف بتتحقق الأمنية الوحيدة وبيسقط بريق، فبتنصدم تنة وبتزعق لبريق وبتقول إن دي غلطته هو، وبتفتكر إنها قالت نفس الكلام ده لتميم، فبتعيط تنة وبتقول لبريق حقك عليا، وبتقول يا ريت تميم كان هنا معايا دلوقتي ونفضل أصدقاء. وبتتخيل تميم في المراية وهو بيقول لها إنهم لسه أصدقاء، فبتعتذر له تنة، فبيقول لها إن هو مسامحها وبيسألها ليه ما قالتلوش عن حجر القمر، فبتقول له إنها ما كانتش عايزة حد يعرف، وإنها كانت فاكرة إنها مش محتاجة مساعدة، لكن دلوقتي بتمنى إنك تكون معايا. فبيقول لها إنه فعلا هنا، وبتتفاجئ تنة لما بتلاقيه فعلا وراها وبتعتذر له، فبيقبل اعتذارها، وبتعرفه تنة على بريق وبتقوله إن هو اللي ساعدها علشان توصل لهنا، وبتسأل تميم ازاي قدر يوصل لهنا، فبيقول لها انه فضل طاير طول النهار فوق البحر، ولما تراب الاساطير قرب يخلص لقى المنطاد بتاعها، وفي الوقت ده بيهجم عليهم فيران عملاقه، فبيجروا منهم بسرعه، وبتطلب تنة من تميم يعطلهم لحد ما تلاقي مخرج، وبتروح تنة تلم شبكه العنكبوت وبتعمل خيال على الحيطه وبتطلع صوت مخيف، فبتخاف الفيران وبتجري، وبيروح تميم لتنة وبيقدروا يخرجوا من المكان، وبيركبوا المنطاد، وبيستخدم تميم تراب الاساطير بتاع تنة اللي كان في المنطاد، وبيقدر المنطاد يطير بيهم. وقتها بيلاحظ تميم ان تنة حزينة، ولما بيسألها عن السبب بتقوله انها مش عارفة هتعمل ايه لما ترجع، فبيقول لها انه جاب الصولجان بتاعها معاه، وفي الوقت ده بتيجي لتنة فكرة وبتطلب من تميم انه يساعدها، وبيفضلوا هما الاتنين يشتغلوا مع بعض. اما في ارض الجنيات الكل بيستعد للاحتفال، وبيجهزوا الطبق اللي هيحطوا فيه تراب الاساطير الازرق، اما مشيرة بتكون متوترة جدا لان تنة لسه ما جاتش، وبيروح لها المستشار اللي بيسألها عن تنة، فبتقول انها مش عارفة مكانها، وفي الوقت ده تنة بتوصل بالمنطاد والكل بيحيوها، وبتقدم تنة الصولجان للملكة، فبتطلب منها الملكة تحطه مكانه، ولما تنة بتحط مكانه وبتكشف من عليه الغطا الكل بينصدم من شكل الحجر المكسور، فبتحاول تنة تهديهم وبتقول لهم ان كده هيجيلهم تراب اساطير اكتر علشان شعاع القمر هينعكس على مساحة اكبر، وفعلا لما بيظهر شعاع القمر بيتوزع على كل حتة من الحجر، وبينزل كمية كبيرة جدا من تراب الاساطير الازرق، وبينصدم الكل من الكمية دي، وبتقول الملكة لكل الجنيات ان الاحتفال السنة دي مختلف، وده بفضل جنية مميزة وهي تنة ورنة، وبفضل صديقها تميم وصديقها الجديد بريق. وبتاخد تنة الصولجان وبتروح لشجرة تراب الأساطير اللي بتبقى أقوى، وبيبدأوا الجنيات الاحتفال بالخريف، وبنسمع في الآخر صوت بيقول إن أعظم كنز في العالم مش ذهب أو ياقوت، أعظم كنز هو الصداقة، لأنها ما بتنتهيش زي فصول السنة. بيبدأ الفصل الرابع بصوت بيقول لنا إن فصل الشتاء مليان حاجات سحرية كتير، وإن لو في جنية عندها فضول تعرف كل حاجة فالأجنحة بتاعتها هتوصلها لحد هناك. وبنروح لأرض الجنيات وبنشوف كل جنية وهي بتعمل شغلها، والكل بيستعد لحاجة معينة، وبنشوف مشيرة وهي بتنبه على الكل ان البوم الابيض اللي جاي من ارض الشتاء قرب يوصل، وبنشوف اصيل وبلبل اللي بيصنعوا السلات اللي هتروح لارض الشتاء، وبتروح لهم تنة وبتقول لهم انها مش مصدقه ان هم بيصنعوا كل الادوات اللي هتروح لارض الشتاء، وبتسالهم اذا كان نفسهم يروحوا لهناك، لكن اصيل وبلبل بينصدموا وبيقولوا لها انهم مش هيستحملوا ساعه واحده بس هناك بسبب التلج. وفي الوقت ده بيسمعوا اشاره ان البوم الابيض وصل، ومشيرة بتقول لهم شغلوا البقره، وبتبدا السلات تتحرك، وكل بومه بتشيل السله بتاعتها لحد ما بيجي دور البومه الجديده، وبتفضل تتخبط شويه لكن بعد كده بتقدر تاخد السله. وفي الوقت ده مملكه الشتاء بتبعت لمشيرة انهم محتاجين 20 سله كمان بس لازم يخلصوا بكره، فمشيرة بتقول للجنيات يرجعوا للشغل لان عندهم طلبيه لازم تتسلم بكره. بعد كده بنشوف فوز اللي بتجري ورا الارنب ده علشان تمسكه، فبتروح تنة علشان تساعدها، وبتشكرها فوز اللي بتقول للارنب يجهز لانه قدامه طريق طويل لغابه الشتاء. ولما بتعرف تنة ان فوزها تروح لغابه الشتاء بتقرر تساعدها، وفعلا بتروح معاها لكنها ما بتقدرش تسيطر على الارنب وبيفضل يجري في كل مكان، وفجأة بيقف، وبتلاحظ وقتها تنة الناحية التانية من الغابة اللي بيكون فيها الطريق لأرض الشتاء، وبيعجبها المنظر جدا وبتتحمس وبتسأل فوزها يوصلوا الحيوانات دي لأنهي مكان، فبتقول لها فوز ان اخرهم هنا لانهم ما ينفعش يعدوا الحدود، ومن زمان ممنوع اي حد يروح لهناك او حد منهم يجي لهنا، ولحد دلوقتي ما حدش يعرف السبب.
بعد كده كل الحيوانات بتعدي الجسر وبيدخلوا الأرض الشتاء وبيتغير لونهم للون الأبيض. أما تنة فبتنبهر من اللي بيحصل، وبيجي دور حيوان الكسلان لكنه بيكون نايم، ففوز بتروح له وبتقوله إن البيات الشتوي الناحية التانية. وبتستغل تنة إن فوز مشغولة مع الحيوان ده وبتعدي الجسر وبتفضل تمشي في الغابة، بس فجأة أجنحتها بتنور وبتستغرب تنة من اللي بيحصل. وفي الوقت ده فوز بتشدها بالحبل وبترجعها لأرض الجنيات، فبترجع أجنحتها زي الأول، بس بتلاحظ فوز إن واحد من أجنحة تنة اتجمد، فبتاخدها بسرعة على الدكتورة. بعد كده أصحاب تنة بيوصلوا وبيسألوا عليها، فبتقول لهم جنية الاستقبال على مكانها، فبيروحوا لها وبيطمنوا عليها. وبتقول الدكتورة لتنة إن دلوقتي أجنحتها دافية وتقدر تطير، وفعلا بتطير تنة. وبتسأل الدكتورة عن اللمعان اللي شافته في جناحاتها، فبتقول لها الدكتورة إن ده بسبب النور اللي اتعكس على الجليد، وبتقول لها لو تعبت تجيلها في اي وقت. وبتمشي تنة هي واصحابها اللي بيقولوا لها انها محظوظه ان ما حصلهاش حاجه، فبتقاطعهم تنة وبتقول لهم ان جناحاتها فعلا نورت، فبيقولوا لها ان ده مجرد التلج عكس النور على جناحاتها زي ما الدكتوره قالت، لكنها بتقول لهم انها متاكده انهم نوروا، وبتقول لهم يسالوا فوز لانها كانت معاها. بس فوز بتقول لها انها ما شافتش حاجه، فبتحس تنة ان اصحابها مش مصدقينها، وبعدها بتسيبهم وبتمشي وبتروح للمكتبه وبتدور على اي معلومه عن الجناحات اللي بتلمع، وبتمسك الكتاب ده وبتقول ان في حد بياكل الورق، وبتلاحظ وقتها دودة الكتب. وبتفضل تنة تدور كتير على حاجة تساعدها، وفعلا بتلاقي كتاب علم الأجنحة، وبتفضل تدور فيه لحد ما بتلاقي صفحة بتتكلم عن لمعان الأجنحة، فبتفرح جدا وبتوصل للصفحة اللي هي عايزاها، لكن للأسف بتلاقي ان الدودة دي كلتها. وبتحاول تنة تقرأ أي حاجة وبيكون مكتوب إن الجناحات بتلمع لما بيبقى في 2، وللأسف باقي الكلام بيكون متاكل. فبتاخد تنة الكتاب وبتروح لصاحب المكتبة وبتقول له تعرف أي حاجة عن لمعان الأجنحة، فبيقول لها إنه ملحقش يعرف لأن الدودة كلت الصفحة دي. فبتزعل تنة جدا، فبيقول لها إن هو ما يعرفش حاجة، بس أكيد الأمين يعرف. فبتقول له تنة مين ده، فبيقول لها إن هو اللي كتب كل الكتب دي. فبتسأله تنة عن مكانه وإنها عايزة تقابله ضروري، فبيقول لها إن ده شيء مستحيل لأنه من جنيات الشتاء، لو عايزة تقابله لازم تروح لأرض الشتاء، وده مستحيل لأن أجنحتها هتتجمد وهتتكسر. فتنة بتجيلها فكرة وبترجع البيت وبتصنع لبس شتوي وبتدخل أجنحتها جوه اللبس، وبتاخد الكتاب معاها وبتفضل تتسحب لحد ما بتوصل للمخزن، وبتحاول توصل لواحدة من السلات. وفي الوقت ده بيروح لها أصيل وبيسألها هي رايحة فين، فبتقول لهم إنها رايحة لأرض الشتاء، فبينصدم أصيل وبلبل. وفي الوقت ده البوم الابيض بيوصل، فبتقول لهم انها لازم تمشي دلوقتي وبتركب في السله دي، فبيروحوا وراها وبيسالوها اذا كان ده ليه علاقه باللمعان اللي بيحصل لها، فبتقول لهم ايوه، وبتعرفهم ان في واحد هناك هيقدر يساعدها ويفهمها كل حاجه عن اللمعان اللي بيحصل. بعد كده بتيجي البومه اللي هتاخد السله اللي فيها تنة، ولسوء حظها بتكون البومه المبتدئه، وبتفضل تخبط في كل مكان، بس في الاخر بتقدر تكمل طريقها. وتنة بتفضل تراقب الطريق لحد ما بتعدي الجسر وبتروح لأرض الشتاء، وللأسف البومة بتخبط في شجرة وبتوقع السلة اللي فيها تنة. وبتفضل تنة تبص على الجنيات وهما بيظبطوا المكان، بس بتلاحظ ان كتاب الأجنحة مش معاها، وبتبص على الأرض وبتلاقيه، فبتحاول تتسحب علشان تاخده، لكن وقتها بيجي ملك مملكة الشتاء وبيسأل الجنيات عن اللي بيحصل، ولما بتشوفهم تنة مشغولين بتحاول تمسك الكتاب، لكنه للأسف بيتزحلق وبيروح تحت رجل الملك اللي بيمسكه، وبيقول ان اكيد حد جابه هنا بالغلط، وبيديه للجنيات وبيطلب منهم يرجعوه للأمين. ولما تنة بتسمع الاسم ده بتعرف ان ده الشخص اللي هي بتدور عليه، فبتفضل ماشية ورا الجنيات لحد ما بتوصل لمكان الأمين، وبتستنى لما الجنيات بيخلصوا وبتدخل للمكتبة وبتشوف الأمين وجنبه الكتاب بتاعها. وفي الوقت ده بتيجي واحدة من الجنيات وبتنادي على الأمين، وتنة بتسمعها وهي بتقوله ان في حاجة غريبة حصلت امبارح لما كانت قريبة من الحدود، وبتقول له ان جناحاتها نورت. ووقت ما هي بتتكلم جناحات تنة بتنور، فتنة بتروح لهم وبتلاقي جناحات الجنية نورت هي كمان. والأمين بيقول لهم انه عمره ما شاف حاجة زي كده، بالرغم من انه كتب عن لمعان الأجنحة، وبيطلب منهم يروحوا وراه وبيحطوا رجليهم على قطعة تلج معينة، وبيقول لهم يحطوا جناحاتهم في اتجاه الضوء. ولما بيعملوا كده بيشوفوا طفلة بتضحك، والضحكة بتاعتها بتتقسم ل2 وبيتحولوا لزهور، واحدة منهم بتروح لشجرة تراب الأساطير والتانية بتروح لأرض الشتاء، وال2 أول ما بيلمسهم تراب الأساطير بيتحولوا لجنيات. ووقتها بنعرف ان هما ال2 اتولدوا من ضحكة واحدة، وده معناه ان هما اخوات. فبيقول لهم الأمين ان هما توأم، فبيقربوا من بعض وبيحطوا أجنحتهم على بعض، فبتطلع نور شديد جدا وبيبعدوا عن بعض بسرعة. والأمين بيقول لهم ما يعملوش كده تاني لأنهم مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. وبيبدأوا الجنيتين يتعرفوا على بعض، وبنعرف ان الجنية دي اسمها فينكا. وفي الوقت ده الملك بيروح للمكتبة وبينادي على الأمين، فبيطلب منهم الأمين يفضلوا مكانهم وبيروح للملك.
وبيسألوا الملك لو جنية دافية جت هنا هتستحمل التلج ازاي، فبيقول له الأمين ممكن تلبس جاكيت وتدفي جناحاتها. فالملك بيقول له إن لو أي جنية غريبة جت هنا لازم يرجعوها، لأن دي القوانين واتعملت علشان محدش يتأذي، وبيسيبه وبيمشي. وبيروح الأمين لتنة وبيقول لها إنها لازم ترجع علشان ما يحصلهاش حاجة. فبتحزن تنة جدا هي واختها، فبيتعاطف معاها الأمين وبيقول إن الملك قال لازم ترجع بس ما قالش ترجع امتى. فبتفرح فينكا جدا وبتحضن الأمين وبتشكره وبتاخد تنة وبيمشوا. وبيبدأوا يتعرفوا على بعض أكتر، وتنة بتحكي لها عن رحلتها هي وتميم علشان يلاقوا مراية الأمنيات، وبتحكي لها عن زيزي وازاي قدرت تصلح علاقتها مع باباها. وفينكا بتوري تنة غابة الشتاء وبتعرفهم على أصحابها، وأصحاب فينكا بيقولوا لهم إن هم شبه بعض جدا ما عدا اللبس والشعر. وبيتحمسوا أصحاب فينكا جدا لما بيعرفوا إن تنة جنية دافية، وبيقرروا يوروها مملكة الشتاء كلها، وبيفضلوا يلعبوا مع بعض طول اليوم. وبيجي الليل وبتكون تنة في بيت فينكا، وبتسأل تنة مملكة الجنيات عاملة ازاي، فبتقول لها تنة إن الجو هناك دافي والألوان في كل مكان. فبتقول لها فينكا إنها نفسها تروح لهناك. فتنة بتبص على النار وبتقول لفينكا انها خلت المكان هنا دافي وممكن كمان تخلي ارض التنات متلجة. فبتفرح فينكا، بس فجأة النار بتسيح التلج اللي واقفين عليه، فبيقع هما الاتنين. ولحسن الحظ بيجي الامين بالقط بتاعه وبينقذهم على اخر لحظة. وبيقول لتنة ان الملك عنده حق وانها هنا مش هتكون في امان، علشان كده لازم ترجع. فبيحزنوا الجنيتين وبياخدهم الامين وبيروحوا للحدود، وبتودع تنة اختها لانهم مش هيتقابلوا تاني. بس تنة بتقول لفينكا بصوت هادي انها هتقابلها هنا بكره، وبتقول لها على خطة علشان يتقابلوا. وبتروح تنة البيت اصيل وبلبل وبتقول لهم انها محتاجة مساعدتهم من غير ما حد يعرف، وبتاخدهم للورشة وبيبدأوا يركبوا حاجات معينة. وفجأة بيجي أصيل ومعاه كل أصحاب تنة، فبتنصدم تنة وبتبدأ تحكي لأصحابها إنها عندها أخت واتولدوا من نفس الضحكة، بس هي من جنيات الشتاء، علشان كده بتصنع الآلة دي علشان تقدر تجيبها لهنا. فبيقولوا لها أصحابها إنهم هيساعدوها في أي حاجة. وبتقول لهم تنة إنها بعد كده هتروح تقول للملكة، لكن نسمة بتقول لتنة إزاي هتروح تقول للملكة إن دي أختها وإنها هربتها من الحدود. فبتقول لها تنة إن الملكة أكيد لما تعرف إن دي أختها هتتفهم الموضوع. وبيفضلوا الجنيات يشتغلوا طول الليل، وتاني يوم تنة بتقابل اختها على الحدود. فبتنادي فينكا على اصحابها اللي بيكون معاهم مكعب تلج كبير، وبتروح تنة تنادي اصحابها اللي بيجيبوا الآلة اللي اخترعوها، وبيبداوا يشغلوا الآلة اللي بتطلع تلج صغير. فبتنبهر فينكا وبتروح تقف تحت التلج ده وبتقول لهم انها كأنها في ارض الشتاء. فبيقول لها اصيل ان هم هيروحوا لارض الخريف وبعدين ارض الربيع، وبعدها هيروحوا لشجر التراب الاساطير، وهناك هتقابل الملكة. وبتقول تنة لفينكا ان الملكة حكيمة، ولما تعرف انهم اخوات هتغير القوانين اللي حطها ملك ارض الشتاء. فبتفرح فينكا جدا وبيبداوا يتحركوا، ووقتها بنشوف بومة الملك اللي بتراقبهم من بعيد. اما فينكا فبتكون مبهورة بكل الحاجات اللي بتشوفها، وبيرحبوا بيها اصحاب تنة وبيدوها وردة، فبتغلفها فينكا بالتلج بتاعها علشان تحافظ عليها. وفجأة فينكا بتتعب وبتقع على الارض، وبتقول لتنة انها ما عادتش حاسة باجنحتها. وبيقول لهم اصيل ان التلج قرب يخلص، فبيربطوا اجنحتها وبيرجعوها تاني بسرعة للحدود. وفي الوقت ده بيوصل الملك بالبومة بتاعته وبيشوف جناحات فينكا، وبتطلب تنة من الملك انه يساعد فينكا. فبيطلب الملك من فينكا تفرد جناحاتها وتخليهم يلمسوا التلج. فبتسمع كلامه فعلا جناحاتها بترجع زي الاول، وتنة بتفرح جدا. فالملك بيقول لهم ان عشان كده ما ينفعش حد يعدي الحدود. ففينكا بتقول للملك انهم كانوا هينجحوا بس كانوا محتاجين مكعب تلج اكبر. فبيقول لها الملك انه هيخلص برضو مع الوقت وجناحها كان هينكسر. فبتقول تنة للملك ان القوانين بتاعته دي مش هتفرقها عن اختها. وفي الوقت ده بتيجي الملكة وبتقول لتنة ان مش الملك اللي حط القوانين، وان هي اللي حطها علشان تحميهم. فبتزعل تنة جدا لان الملكة كانت اخر امل ليها. وفينكا بتحضن تنة قبل ما تمشي، وبيزعلوا هما الاتنين لانهم مش هيشوفوا بعض تاني. وفي الوقت ده بنلاحظ نظرات الملك والملكة الغريبة لبعض. وبيروح الملك يزق الآلة اللي تنة عملتها في النهر، ولسوء الحظ الآلة بتتحشر في شجرة والتلج المتكسر بيجي عليها، وبتشتغل الآلة بطريقة رهيبة. بعد كده بنروح لفينكا اللي بتكون قاعدة لوحدها وبيروح لها الملك. أما تنة بتروح للملكة وبتسألها ليه عملت كده. فبيبدأ الملك والملكة يحكوا لهم السر اللي خلى الجنيات ممنوع تعدي الحدود، وبيقولوا لهم إن كان في 2 من الجنيات حبوا بعض، هو من جنيات الشتاء وهي من الجنيات الدافية، وكانوا كل يوم يقابلوا بعض على الحدود لحد ما جه اليوم وكسروا القواعد. وواحد منهم عدى الحدود بس جناحه اتكسر. فتنة وفينكا وبيسألوا ايه اللي حصل للاتنين اللي حبوا بعض. فبيقولوا لهم ودعوا بعض للأبد. فبتزعل تنة جدا لانها بكده مش هتشوف اختها تاني. بس فجأة بتلاحظ ان الجو بقى برد جدا، وبيروحوا كل الجنيات للحدود وبيشوفوا الآلة اللي صنعوها عاملة عاصفة كبيرة من التلج.
وبيروحوا كل الجنيات وبيزقوا الآلة علشان يخرجوها من التلج، بس للأسف العاصفة ما بتقفش. وبيقول مساعد الملكة إن في خلل حصل في الطبيعة، وبيقول لوزير الخريف إنهم لازم يلحقوا شجر التراب الأساطير. فبتقول لهم الملكة إن هم لازم يعملوا كل حاجة علشان يحموا شجر التراب الأساطير قبل ما تتجمد. وبيبدأوا الكل يستعدوا وبيخبوا الحيوانات، وفي الوقت ده شجر التراب الأساطير اللي في أرض الشتاء ما بتنزلش تراب، لكن محدش بيكون فاهم ايه اللي بيحصل. وفي الوقت ده تنة بتروح لأرض الشتاء بس ما بتقدرش تكمل طيران وبتقع على الأرض. فبتروح لها فينكا وبتسألها عن اللي بيحصل، فبتقول لهم إن أرض الجنيات هتتجمد بسبب الخلل اللي حصل في الطبيعة، وبتطلب منهم تنة إنهم يساعدوهم. وبينطلقوا كلهم وبيتفاجئوا إن أرض الخريف اتجمدت والتلج بيمشي بسرعة ناحية تراب الأساطير. فبتجري تنة وباقي الجنيات بسرعة على أرض الجنيات وبيوصلوا لشجر التراب الأساطير، وبتشرح تنة للملكة اللي هم هيعملوه. وبيبدأوا جنيات الشتاء يجمدوا شجر التراب الأساطير كلها بطريقة معينة، وبيقولوا جنيات الشتاء من الشجرة كبيرة جدا ومش هيقدروا يعملوها كلها. وبيتفاجئوا بالملك اللي بيجي ومعاه كل جنيات الشتاء، فبتفرح الملكة. وبتقول فينكا للملك انهم لازم يغطوا شجر التراب الأساطير الأول وبعد كده يروحوا لباقي الفصول. فالملك بيأمر المساعد بتاعه يروح هو وشوية من الجنيات لفصل الربيع والصيف، والباقي يروحوا وراه علشان يغطوا الشجرة. وبينجحوا فعلا الجنيات ان هم يغطوا باقي الفصول وكمان شجر التراب الأساطير. وبيروح لهم الملك وبيقول لهم ان العاصفه قربت توصل لهنا، فبيروحوا كلهم يستخبوا في الشجره. ولما بيلاحظ ان الملكه بردانه بيقلع الجاكيت بتاعه وبيديهولها وبيسيبها وبيمشي. وقتها بنلاحظ ان جناحه مكسور، فبنعرف ان الاتنين اللي كانوا بيحبوا بعض زمان هما الملك والملكه، واضطروا يبعدوا عن بعض علشان محدش منهم يتأذي. اما كل جنيات الشتاء بيبداوا يقفوا قدام العاصفه، وفعلا بتعدي العاصفه وبتغطي شجر التراب الاساطير. وبتخرج تنة وبتلاقي ان الشجره بطلت تنزل تراب والكل بيفقد الامل. بس فجأة الشمس بتلمس الشجرة فبترجع تنزل تراب تاني، فالكل بيفرح لانهم قدروا ينقذوا شجر التراب الاساطير. وكمان شجر التراب الاساطير اللي في ارض الشتاء رجعت تشتغل. وبتقول فينكا لتنة يلا نحتفل، بس تنة بتفضل واقفة مكانها. وبنكتشف ان جناحها اتكسر، فبينصدم الكل. وبنعرف وقتها ان تنة لما كانت رايحة لارض الشتاء وقعت على الارض لان جناحاتها كانت اتكسرت. فبتحزن فينكا جدا وبتحضنها، والكل بيكون حزين على اللي حصل لتنة. وبيبدأ الجو يدفى تاني، فتنة بتقول لفينكا انها لازم ترجع دلوقتي لأرض الشتاء، بس فينكا بتكون خايفة على تنة. فتنة بتطمنها وبيحطوا جناحاتهم على بعض، بس فجأة أجنحتهم بتنور جامد وجزء من جناح تنة ورنة بيخف. فبيبصوا لبعض وبيحطوا أجنحتهم تاني على بعض، وفعلا بيخف جناح تنة وبترجع تنة تطير زي الأول، والكل بيفرح جدا. وبعد مرور شوية من الوقت بنشوف إن بقى عادي الجنيات يروحوا لأرض الشتاء لأنهم لقوا طريقة يحافظوا بيها على جناحاتهم، وهي إنهم يغطوها بالتلج. والكل بيكون فرحان جدا وبيحتفلوا سوا، والملك والملكة بيقدروا يعيشوا مع بعض. وأخيرا تنة ورنة بتفضل مع أختها للأبد. وبس كده. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتقول لنا رأيك في الكومنتات، وتشوف الأجزاء اللي فاتت وتستنى الأجزاء اللي جاية. سلام.